ده ايس كريم صحي بثلاث مكونات بس. طريقته سهلة جدا وبتحضر في دقايق، وعايزة اقول لكم طعمه رهيب. تعالوا بقى نشوف هنعمله ازاي. هتجيبوا اي نوع فاكهة بتحبوه. انا استخدمت ربع كيلو من الفراولة، والفراولة لازم تكون مجمدة. هحط عليها معلقة كبيرة من العسل الابيض ونص عصير ليمونة. هنضربهم بقى مع بعض كويس جدا بالهاند بلندر او في الخلاط. العسل الابيض ممكن تزودوه عن معلقة كبيرة، وبالنسبة لليمون بيحافظ على لون الفاكهة وفي نفس الوقت بيدي مزازة وطعم حلو قوي. هنضربهم كويس قوي لحد ما نوصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده. عملت المانجا بنفس الطريقة، جبت مانجايتين قطعتهم مكعبات صغيرة، حطيتهم في الفريزر لحد ما جمدوا خالص. نزلت عليهم بمعلقة كبيرة من العسل الابيض ونص ليمونة، وضربتهم مع بعض كويس جدا لحد ما وصلوا للقوام ده. وعملت الكيوي بنفس الطريقة. دول 4 حبات من الكيوي خليتهم يتلجوا قوي، نزلت عليهم بمعلقة كبيرة من العسل الابيض ونص ليمونة، ضربتهم مع بعض كويس جدا. وكده برضو الكيوي بقى جاهز عندي. كان عندي قوالب الايس كريم دي، ولو ما عندكمش هقول لكم تعملوا ايه. هحط فيها الستيكس بتاعه الايس كريم كده، وبعد كده هوزع بقى الايس كريم بتاعي بالالوان اللي انا عايزاها. انا حبيت احط الفراوله، وبعد كده حطيت الكيوي، وبعد كده حطيت المانجا. مهم ان احنا نخبط القالب كده كويس قوي علشان يتساوى كويس جدا. اخدهم بقى احطهم في الفريزر مش اقل من 4 ساعات، والاحسن تسيبوهم لحد تاني يوم. وبس كده بقى جاهز عندنا احلى ايس كريم صحي بالفاكهه، بس حاجه كده صحيه 100%. طعمه كان خطير، مش قادره اوصف لكم طعمه حلو ازاي. طعمه فريش كده وطبيعي وحلو جدا، واحلى 100 مره طبعا من الجاهز واضمن منه. وطبعا لو ما عندكمش قوالب الايس كريم مش لازم خالص، هتجيبوا علبه وتحطوا معلقه معلقه كده بشكل عشوائي من كل نوع علشان يعمل لكم تدرج كده في الالوان وشكل حلو قوي. وبكل سهولة هتاخدوا منه بمعلقة الايس كريم كده، هتلاقوا كل الفاكهة موجودة في بولة واحدة، وهتاكلوا احلى ايس كريم هيرطب عليكم في الحر ده. بجد طعمه خطير، واحلى حاجة فيه ان لو ولادكم بيحبوا الايس كريم يقدروا ياكلوا منه طبعا، لان هو فيه فاكهة وعسل ابيض وعصير ليمون، فهيبقى بالنسبة لهم حلو جدا. جربوه، انا واثقة جدا انكم هتحبوه.